الموضوع ده بقى هياخدنا لقصة تانية، قصة السنوسي ده فني في مصنع أحذية، شاطر جدا وسريع جدا، واشتغل كمان على كل المكائن، قادر ان هو ياخد الخامات يطلعها حذاء في اسرع وقت واحسن جودة. يعني اعضاء مجلس إدارة فيهم زوج وزوجته وبعض اعضاء الاخرين، يعني كانوا كل الاعضاء ما عدا الزوجة معاهم 49% من الاسهم، والزوجة معاها 51. كل الاعضاء قعدوا مع بعض وقالوا ان الراجل ده يعني خلاص جاهز ان هو يبقى مشرف على العمال، لان الخبره اللي عنده بتاهله ان هو يعني يترقى. ومضوا فعلا على القرار، وفضل الامضه بتاعه ال 51% اللي هي السيده ست مسكت الورقه كده وصت فيها، وبعدين قالت انا برفض الترقية. انا ما عنديش مشكله ان احنا نزوده، ما عنديش مشكله ان احنا نديله حوافز لانه راجل قديم وراجل خبره زي ما انتم بتقولوا وراجل شاطر، لكن انا ارفض ان انا ارقي حد بناء على ان هو شاطر فنيا. لو رقيته هظلمه، لاني هخسر فني قوي، وكمان هخسره في المنصب الاداري بتاعه، لانه هو مش هيديني الشغل اللي انا محتاجاه او الحاجه اللي انا عايزاها. فكده انا خسرت اتنين، ومش بعيد ان هو يرجع يسيبني، مش بعيد ان هو يصدق نفسه ويفكر نفسه فعلا ان هو بقى ليدر، فيدمر كاريره ويدمر مستقبله خالص. فانا حابب برضو اعرف ايه رايكم في السنوسي، وهل هو كان يستاهل الترقيه ولا لا؟ طيب لو ما كانش يستاهل الترقيه، او لو يستاهل الترقيه، انتوا شايفين ايه المواصفات المطلوبه تكون موجوده في حد عشان خاطر ياخد المستوى اللي بعد كده؟